تعالى خدكم معايا بقى عند ماما عملت لنا احلى حمام واحلى اكل من بتاع بسم زمان. الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمام محشي، فريق بيحب بالرز وفريق تاني بيحب بالفريك. فعندنا حلتين، حلة فيها الفريك دي القوانص بشوحها تشويحة كده الأول عشان إيه العنص يعني. دي حبة بهارات مشكلة ما بنكترش أوي عشان الحمام طعمه ما يتغيرش، منحطش كتر منها. فلفل، حبة بصل، بحب البصل كتير عامة يعني. بس ما بنحمرهوش، ما بنشوحه بس يعني. هنا ايه الفريك طلع ريحته ويتشوح كده بس يعني. يا دوبك البصلة تبلت يعني احنا ما بنحمرهاش، هي تتبيلة. نيجي على الرز بقى. كان عندي لحمة بصل حطيته كده حتة منها، كنت عاملة لحمة بصل لسه يعني امبارح، فقلت احطها بتدي كده كرملة جميلة للبتاع ده للرز. حط عليه الملح بقى بسم الله. هو كده خلاص دخلت في 3/4 السوا. بحط يعني معلقة قطة كده، ايه تركاية يعني بسيطة كده. يا تركاتك يا حاجة. يعني بردك نفس القصة مع الفريك، معلقة كده بردك مع ايه البخار وهو طالع شاء جاي من الله. الشاشة. لا والريحة حلوة والله، ريحة ما شاء الله، السمنة تسلم ايدك، وال ربنا يديك الصحة. فهنجيب بقى ايه. كنت بقول لك هحط ايه تاني. حبة بصل كده يعني تركية كده بتدي طعم بردك في الايه في الرز. بصلية يعني نية كده بتدي طعم حلو، نجربوها القصة دي يعني. عايزين بقى البقدونس نفس القصة هنا بس. وعلى الفريك برضه. دي بقى ايه كده خلاص. هما كده لما نصنع كده على الحشو بقى. الحشو هنحطه يبرد ونخش نعمل بقى ايه الاكل التقليدي بتاعنا. نعمل تغذية بتاعت اللوبيا. نعمل لوبيا. بسم الله. دي التقلية بتاعت اللوبيا. دي بصلاية على فص ثوم لللوبيا عشان مش هنعمل كتير يعني. دي حبة بهارات على حبة ملح على حبة فلفل عشان ايه هحط حبة اللوبيا ايه تتسبك مع بعضها. هي على فكرة كانت متسبكة في التلاجة الأوضة، فكنت شايلاها يعني على ده ما شاء الله. مين اللي هياكل كلها؟ لا ده أنا مش هحطها كلها، ده أنا هحط حبة بس منها كده عشان على قدنا، والباقي بيتشال في الفريزر ما بيحصلوش حاجة. أنا هسلقتها مرة واحدة وبحطه في الفريزر لما نعوز نطلعها ونطبخها مرة تانية. كفاية أم كده عين سودا. اللوبيا اللي في عين سودا معرفش بره ده في البلاد التانية بيقولوا عليها ايه. ده الحمام اهوت انا غسلاه ومنضفاه ومية وملح ودقيق وليمون ومسكت بصلة بشرتها وحطيت عليها ملح وفلفل وحشيتها ودعكت بيها جوه وبره وكده. وبعدين باجي عاملة الجناحة كده، اجي جايبة من تحت على كده كده اهو، كده اهو نخليها كده يعني تبقى مؤدبة كده وقاعدة كده زي المؤدبين، العيال المؤدبين الحلوين. الحمامة دي بتسمع الكلام أكتر من العيال. أيوة. وبعدين بقى نيجي بقى في ناس ما بيحبوش الرقبة، فبنعمل إيه عشان تتاكل كده في تتهبر. ممكن بقى بنيجي ماسكينها قاطعينها كده
يعني سهلة خالص للعرايس الجديدة، لو هي عاوزة تخلعها سهلة بمنتهى السهولة. تيجي شايلة الجلد كده اهي، تبقى بالشكل ده كده كده. نعمل كده بقى ونبتدي بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نحشي. شو قدامكم كده واحدة فريك واحدة رز، ووريكم يعني أنا بحشيها ازاي. في ناس بيحبوا صح يخلدوا هنا. أنا ما بحبش أعمل دي عشان نحس بطعم الحمام، يعني كفاية القلب من جوه وكفاية الحصلة، ونسيب دي كده ايه تعرف تقزقزيها كده لوحدها. تمام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ناس برضك عشان تبقى سهلة للبنات الصغيرين بيمسكوا من فوق كده ويحشوها من فوق زي الممبار. انا بقى بعمل دايما الاسهل ليا، بعمل كده وبتبقى سهله بقى يعني من جوه كده، وازق على ايه، على الحصله كده اهو على طول، يعني ما بتاخدش اي وقت خالص. على طول كده على طول كده. ما بتاخدش اي وقت في الحشو لما بنعملها كده. بالنسبه للبنات الصغيرين اللي لسه يعني زي حالة مروه كده، اللي هي ايه، يبقى اسهل لهم. ايه يعني بتبقى اسهل بقى من لما تحشيها من هنا، اسهل لك يعني كده اهو. وبرضك من فوق سهلة، بس يعني انا بتكلم على بالنسبة لايه للبنات العرايس الجداد، يعني اللي بيبقوا لسه ايه مبتدئين كده. وبعدين ما بنملاهاش قوي طبعا عشان ما تفرقعش. يعني هو الرز تلات ارباع سوا، وباجي حشاها من جوه كده كده اهو، مفيش اي مشكلة، بتبقى زي الفل كده. وايه، نسيبها كده تمام. بعد بقى ايه ونيجي عاملين ايه في مدخلين الرجل في الفتحة اللي تحت دي. فتحة كده وكده ايه تمام. لان هي هتتملي اصلا، هي اصلا ما شاء الله يعني هتنفش تاني بعد السوا. نسيب لها براح كده عشان ايه تاخد راحتها وتبقى كويسة تمام. تمام كده. اوريكم بقى اللي هي ايه الفريك. تانية نفس القصة كده، هنخلي ده كده دي اللي ايه. هي بقى بالفريق. ايوه هنخليها كده ايه مؤدبة كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا طبعا الكتف كده اللي هو الجناح، والتاني نفس القصة كده، نفس القصة. ده الفريك بقى برضك نفس القصة كده من تحت كده اهو كده اهو، برضك نفس القصة كده. وبيبقى أسهل وسريع بقى يعني ما بياخدش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. طبعا برضك الفريك نص سوا برضك يعني. بحب نسيب اللي هي الصدر كده، ما بحبش احشيه رز عشان ايه، يعني اللي يحب كده ايه تحس كده بالحمامية يعني. واحد يحس. انا بالنسبة لي يعني ما بحبش احشى الجلد من فوق عشان تحس كده بطعم الحمامية. ونفس القصة كده بنكتف بس خلاص كده. ما بنزنقهاش قوي عشان طبعا لسه بتاخد وقت في السوا. تمام تمام كده. وهذا شكلها. صلى على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم. هي والتانية. ودي ايه تخلي الرز لوحده والحمام لوحده عشان خلاص. بسم الله. دي بقى المية بتاع الحمام، حاطة بصلاية على حبة قوطة على فلفل، وواحدتين حبهان على واحدتين قرنفل على واحدة قرفة خشب صغيرة بس. بنسيبهم المفروض تبقى على ظهرها. ضرهم. استنى نعدل. نجي على ظهر. نديها طبعا ظهرها مش راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده كده فات ايه زي تلت ساعة. عاوزين بقى نختبره. نلاقي من عند الجناح كده، نمسك الجناح نلاقيه بيتخلع معانا هو يعني
دقيقتين كده وهنشيل. دقيقتين كده عشان يكون خد وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الرز بالشعرية، بسم الله ما شاء الله. عملنا اللوبيا، بسم الله ما شاء الله. عملنا الملوخية، بسم الله ما شاء الله. بتاعنا أنا دهنته كده. كان عندي معلقة قشطة باللبن يعني باقية كده على معلقة وادي غدانا النهارده يا جماعة. اتفضلوا معانا، بألف هنا للي هياكل، بألف هنا اللي شاف. اتفضلوا وما تنسوهاش بقى دعموها باللايك والشير. بصوا بسم الله ما شاء الله زي الفل. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اتفضلوا. عايزة أقول لكم بجد الأكل كله كان زي العسل، من اللوبيا للرز للملوخية للحمام. بجد تحسوا كده إن انتوا بتاكلوا النفس كده بتوع زمان كده، الحاجات الأصيلة. يعني بجد نفسي أدوقكم كلكم وأعزمكم كلكم عليه. ويا رب يكون الفيديو كده كان خفيف عليكم، وتدعوا بقى لماما ربنا يديها الصحة ويخليها لينا. وما تنسوش تعملوا بقى لايك وشير ومتابعة، وبألف هنا.